ارمي بقى الفلفل في المية المغلية، وبجد دي فكرة عبقرية. ياريتني كنت عرفتها من زمان. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف طريقتنا على طول. في الأول كده معايا حوالي كيلو من الفلفل، وده فلفل شطة حلو أوي يا جماعة، نعمل بيه وصفة تحفة. شِلت العنقود بتاعه كده من فوق، يا دوبك بس هنشيل العنق الأخضر، مش أكتر من كده. لو أنتِ بقى بتحبي الوصفات الغريبة العجيبة، فتابعي الفيديو ده معايا، لإنه بجد فكرة بجد تحفة. هنا هاخلّص كل الكمية بنفس الشكل ده، وبعد كده هاقول لكم هنعمل إيه، بس يا ريت نسمّي بالله ونصلّي على الرسول علشان كلنا نكسب ثواب أنا وأنتم. بعد ما خلّصت كل كمية الفلفل بالشكل ده كده، هنشيله بقى دلوقتي على جنب، وعلى طول هاجيب حلة هاحط فيها مَيّة وأخلّيها تغلي، وبعد كده هانزل بمعلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، وبعد كده هانزل بالفلفل بالشكل ده، وحطيت السكر عشان السكر مادة حافظة. هاسيبه بقى يا دوبك بالضبط 5 دقايق، 7 دقايق بالكتير جدًا، هاغطّي عليه واسيبه. بعد ال7 دقايق هافتح عليه وهاطلّعه بالشكل ده كده، هاصفّيه وأطلّعه في طبق. بس في الأول بادّي له تقليبة كده، وبعد كده باصفّيه واطلّعه. يا ريت بقى لو وصلتِ معايا لحد كده في الفيديو، يا ريت تعملي لايك وشير، وكمان تقولي لي من أي بلد بتشوفيني، وخدي لِك كده جولة في الصفحة هتلاقي عليها وصفات كتير حلوة هتعجبِك جدًا، ولو مش مشتركة عندي يا ريت تشتركي عندي، اشتراكِك يسعدني. هنا خلاص خلّصت كل الفلفل بتاعي، سلقته زي ما قُلت لكم لمدة 7 دقايق، وبعد كده جبت الكبة حطيت فيها الفلفل بالشكل ده كده. وبعد كده هانزل عليهم بحوالي راس توم متفصصة، حوالي ربع كوباية من الخل، هانزل بمعلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من الكمون، وكمان معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. بعد كده كمان هننزل بمعلقة كبيرة من الملح. بعد كده هنخفقه، بس أنا عايزاه مجروش مش عايزاه ناعم أوي، علشان لمّا بينعم أوي بينزّل المَيّة بتاعته وما بيبقاش حلو، ما تعرفيش تحتفظي بيه. بعد كده نشيل بقى كل الحاجات دي ونفضّي بقى الفلفل بتاعنا في طبق، وعايزة أقول لكم إن البخار طالع منه شايفين؟ بعد كده هنجيب برطمانات بقى عشان نحفظه لمدة سنة كاملة في باب التلاجة، يقعد معاكِ في باب التلاجة لمدة سنة كاملة. طبعًا البرطمانات بتاعتي مغسولة ومتعقمة ومتنشفة كويس جدًا ما فيهاش ولا نقطة مَيّة. هنعبي كل الكمية بالشكل ده كده، وتقدري كمان تحفظيها في علبة تلاجة لو مش عايزة تحفظيها في برطمانات، أو في أكياس وتحطيها في الفريزر. بعد كده كل برطمان هانزل عليه بمعلقتين 3 كده من الزيت واقفله، وأحطه في باب التلاجة. عايزة أقول لِك أي أكل بتعمليه بتحطي معلقة من الهريسة دي، بتنقلي الأكل في حتة تانية خالص، بتخلّي الأكل بتاعِك تحفة. جربيها وما تنسيش بقى تصلّي على النبي. باي باي.